حبيبي حياك الله استاذ عدي وكل متابعين قناتكم الكريمه. تعرف اليوم البصره مقبله على بطوله يعني منتظرها العراق صار له اكثر من 40 عام. نعم. هذه البطوله اليوم ينظر لها الشعب العراقي وتنظر لها المنطقه بصوره عامه، تريد تشوف تحضيرات البصره، ثقافه الشعب العراقي، الثقافه البصريه. فاحنا يعني بما انه البطوله صارت امر واقع وما بقى لها سوى ايام والتذاكر بدات تنباع، فلازم تتضافر كل الجهود حتى نبين للعالم انه البصره بعدها بخير وبعدها تريد انه تبين صوره جميله عن هذه المدينه المعطاء، المدينه اللي ياما عانت من حروب وياما عانت من اهمال. حلو. فاحنا اطلقنا مبادره يعني دمجنا بها التراث البصراوي والعشائري والطابع البداوة، فقررنا أن نسوي خيمة تحمل رمزيات تراثية عن البصرة ومحافظة البصرة. وراح تكون هذه الخيمة بها شباب مثقف واعي يقدم إرشادات للجمهور اللي راح يجي ويحضر المباريات، تكون بها يعني تقديم مثل القهوة والتمر والشاي، وراح يكون هناك نقل مجاني للجمهور لأن تدري راح يصير قطوعات أمنية بعيدة عن الملعب. راح نوفر سيارات مخولة من قبل قيادة العمليات أو الأجهزة الأمنية لنقل الجمهور، حتى يعني من يجي المشجع ياخذ أريحيته وياخذ تشجيعه بصورة حماسية وبصورة سلمية، وشاهد الفرق اللي جايه والوفود اللي جايه، وحتى ايضا نبين للوفود الاعلاميه او الوفود الجماهير اللي راح تجي من دول الخليج انه البصره مدينه سلم، مدينه كرم، مدينه عطاء. ونشوف احنا نريد الله يسلمك نحكي ثقافه البصره بصوره عامه.